السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل النهارده ان شاء الله محافظة القليوبية لتانية ثانوي في الرياضة البحتة. تعالى كده نقول بسم الله ونبدأ. أول سؤال: جميع العلاقات الآتية تكون فيها صاد دالة في س ما عدا العلاقة مين؟ علشان تكون دالة في س عشان تكون أصلا في دالة دي أو تكون علاقة دالة، يعني لازم تبقى صاد أس واحد، مينفعش يبقى في صاد أس اتنين. فأنا دي هي اللي غلط، اللي هي ايه؟ صاد تربيع بتساوي جتا س. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي هنا نهاية عندما س تقول لسبعة س تربيع سالب 7 س على جذر س زائد 2 ناقص 3. هنا لما يكون عندك جذر تربيع، طبعا لو انت عوضت بقيمة السبعة هتديك صفر على صفر اللي هي كمية غير معينة. تمام. فانا هنا هعمل ايه؟ هبدأ هضرب في المرافق بتاع المقام اللي هو عندي جذر. ادي السؤال رقم 2: نهاية عندما س تقول لسبعة س تربيع سالب 7 س على جذر التربيعي لس زائد 2 تمام سالب 3. انا هضرب يا مستر في المرافق بتاع المقام، يعني انا هعمل كده، هقول جذر س زائد 2 سالب 3 على جذر دي زائد 3 على جذر س زائد 2 زائد 3. بضرب المرافقين في بعض. قبل ما اضرب ايه القوس اصلا المفروض يطير، اللي ظهر لي في البسط والمقام هو اللي بيخلي فيه اصفار س، والرقم ده بعكس اشارته يبقى س سالب 7. يبقى القوس ده لازم يظهر لي كده في البسط وفي المقام. طب تعال نكمل. ده بيساوي ادي نهاية عندما س تقول لسبعة. في عامل مشترك خد، مفيش متاخدش، في تحليل حل للكلام ده. هنا في س تربيع سالب 7 س دي، في هنا س عامل مشترك، فانا هاخد الس العامل المشترك، هيفضل لي س سالب 7 كده. س سالب 7 ظهرت لي في البسط. طيب القوس اللي جنبيه كتب زي ما هو، اللي هو جذر س زائد 2 زائد 3، وتحت دول عددين مترافقين بيتضرب الاول في الاول ناقص التاني في التاني. الاول في الاول هيبقى جذر في روحه تطلع روحه، هيبقى هنا فاضل لي س سالب 2 تمام سالب في سالب سالب في موجب كده بسالب 3 في 3 بكام؟ ب9. حلو الكلام. طيب س زائد 2 سالب 9 دي انا ممكن اخليها كلها س سالب 7. حلو الكلام. طيب القوس اللي انا عايزه يطير س سالب 7 ظهر لي في البسط كده وظهر لي في المقام، يبقى فاضل لك ايه دلوقتي؟ فاضل لك س تمام في القوس ده كده. هنا هتشيل السين تكتب مكانها 7 في كل واحده فيهم، يعني انت تعمل كده ادي 7 في هنا 7 زائد 2 يبقى 9 جذر التسعة 3 زائد 3 3 و3 6 يبقى 7 في 6 6 في 7 بكام دلوقتي؟ ب 42. فانا هنا اختار كام يا مستر؟ 42 اللي هو الاختيار رقم ب. طيب السؤال اللي بعديه رقم 3. رقم 3 هنا بيقول لي اذا كان او س وصاد عين مثلث فيه 3 ج س بيساوي 4 ج ص بيساوي 4 ج عين، عايز س شرطه الى ص شرطه الى عين شرطه. تمام. دي هعمل فيها ايه يا مستر؟ 3 ج س بتساوي 4 ج ص بتساوي 4 ج عين. انا مش عايز ارقام خالص جنبيهم، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هقسم الارقام كلها على رقم ينفع تقيس عليهم هما الثلاثه. يعني هنا هقسم الارقام كلها على 12، اقسم ده على 12 وده على 12 وده كده على 12. تمام. عشان ال 12 ينفع تقسم على 3 وينفع تقسم على 4. تمام. طب تعال نكمل. هنا دي على 3 فعل واحد، ده على 3 فعل 4، تبقى دي ج س على 4 بتساوي ج ص على كام؟ على 3 بتساوي ج عين على كام؟ على 3 برضه. حلو الكلام. فكأن ده دلوقتي ألف شرطة س شرطة قصدي، كأن ده كده س شرطة إلى ص شرطة إلى عين شرطة، اللي هي الأرقام اللي هو مديها لك. يبقى 4 إلى 3 إلى 3 4 إلى 3 إلى 3 اللي هو الاختيار رقم د. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 4. سؤال رقم 4 هنا بيقول لي الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية. مديني هنا دالة س بتساوي 7 ودالة س بتساوي س زائد 3 ودالة س بتساوي ج س ودالة س بتساوي س تربيع. مين في دول أحادية؟ اللي في دول أحادية اللي هي رقم ب، اللي هي دالة س بتساوي س زائد 3. فأنا هنا هختار ب. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 5، ده بدرس بتاع متباينات القيمة المطلقة. بيقول لي هنا مقياس 2 س سالب 7 أكبر من أو يساوي 3. 2 س سالب 7 أكبر من كده أو يساوي 3. دي كنت بعملها ازاي؟ كنت بقسم الصفحة كده نصين، مرة 2 س سالب 7 أكبر من أو يساوي 3، ومرة 2 س سالب 7 أصغر من أو يساوي 3.
انا عايز س تطلع 7 بره الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يعني 2 س هيبقى اكبر من 3 زائد 7، تبقى 2 س اكبر من 10. قسمت على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا، دي راحت مع دي، تبقى س اكبر من او يساوي كام يا مستر؟ 5. طيب الناحيه التانيه تطلع برضو دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره، تبقى 2 س اصغر من او يساوي سالب 3 موجب 7. يبقى هنا 2 س اصغر من او يساوي سالب 3 موجب 7. اشارات مختلفه اطرح وانزل اشاره الكبير على الاتنين هنا وعلى الاتنين هنا، دي راحت مع دي، يبقى هنا س اصغر من او يساوي كام؟ 2. حلو. عشان اعمل دي كده، عشان اشوف الفتره بتاعتي، اعمل كده خط اعداد صغير، هنا 2 وهنا 5. الفترات بتاعتي مغلقه عشان في يساوي فيهم هما الاتنين. حلو الكلام. دي كانت اكبر من 5 فانا مشيت كده ناحيه اليمين ناحيه الموجب ما لا نهايه، دي كانت اصغر من 2 فانا مشيت كده ناحيه السالب ما لا نهايه. حلو. هيبقى مجموعه الحل بتاعتي ايه دلوقتي؟ انا ظبطت خط الاعداد كله. خط الاعداد كله يا مستر اللي هو ح ما عدا الفتره اللي في النص دي، اللي هي من فين لفين؟ من 2 لغايه 5. طب هما مكفولين بس السالب دي تفتحهم تخليهم مفتوحين، يعني خليها كده. تمام. فانا هنا اختار الاختيار رقم فين هي؟ الف ح ناقص الفتره 2 و5 مفتوحين. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 6. السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا يا مستر اذا كانت الداله دي داله س بتساوي 1 على س سالب 3 زائد 1، فان مجال داله اس سالب 1 بتساوي دي. ما عايز مجال الداله العكسيه. طيب الداله اللي هو مديها لك يا مستر، هو مديك كده داله س بتساوي 1 على س سالب 3، الكلام ده زائد 1. دي داله كسريه. لو انا عايز اجيب نقطه التماثل بتاعتها، اسمع بس كده معايا لغايه الاخر. نقطه التماثل اللي هي كام وكام؟ اللي هي 3 وكام و1. الرقم اللي مع السين من تحت باخده بعكس الاشاره، الرقم اللي بره ده باخده بايه؟ بنفس الاشاره بتاعته. تمام. كنت انا بستخدم الرقم ده في المجال واستخدم الرقم ده في المدى. حلو. فهنا دي داله عكسيه، داله كسريه، فكنت بقول المجال بتاعها ح ما عدا رقم السين اللي هو ح ما عدا 3، والمدى بتاعها ح ما عدا رقم الصاد اللي هو ح ما عدا 4. دي مجال الداله العاديه بتاعتي. طب الداله العكسيه بعمل فيها ايه؟ بعكس المجال والمدى. يعني داله س دي المجال بتاعها ح ناقص 3 والمدى بتاعها ح ناقص 1. طب الداله العكسيه داله اس سالب 1 س، هيبقى ايه المجال بتاعها؟ المجال بتاعها اللي هو المدى بتاع الداله دي، بتاع الداله د. يعني هنا المجال بتاع داله اس سالب 1 هيكون ح ما عدا 1. طب المدى بتاعها هيكون المجال بتاع الداله الثانيه اللي هي ح ما عدا كام؟ ح ما عدا 3. يعني انا بعكس، عشان اسمها عكسيه، بعكس المجال والمدى. المجال يبقى مدى والمدى يبقى مجال. فانا هنا اختار المجال. هو كان هنا عايز المجال، يبقى المجال ح ما عدا 1 اللي هو الاختيار رقم د. فهمناها دي؟ طيب السؤال اللي بعديه. السؤال هنا مستر رقم 7 بيقول لي ايه في رقم 7؟ اذا ازيح منحنى الداله ر س اللي هي س تربيع بمقدار 3 وحدات في الاتجاه السلبي لمحور الصادات. يعني هنا في ازاحه صاديه بمقدار 3 في الاتجاه مين يا مستر؟ في الاتجاه السالب. فتبقى الداله بالشكل ده داله س. انا عايز اعمل ازاحه صاديه دلوقتي، يبقى هنا داله س سالب 3. طب لو جال لي ازاحه سينيه يبقى هيقول لي في الاتجاه السالب لمحور السينات. تمام ماشي. لكن هنا في الاتجاه السالب لمحور الصادات، فهنا انا اختار الاختيار رقم ج اللي هي س تربيع سالب ك سالب 3. السؤال اللي بعديه رقم 8. السؤال هنا رقم 8 يا مستر بيقول لي هنا اذا كانت داله س بتساوي ك ناقص 2 الكل اس س. دي كده عندي س في الاس، دي داله اسيه، فان ك تنتمي لمين؟ الرقم اللي تحت السين اللي هو رقم الاساس، الداله كده ادي داله س بتساوي مثلا ا اس س. الرقم بتاع ا ده ما ينفعش يبقى رقم سالب، لازم يبقى رقم موجب، لازم يبقى رقم موجب ما عدا الواحد. اي رقم موجب ينفع الا الواحد. حلو الكلام. فمين هنا ينفع؟ تعال نشوف كده. هو مديني الداله بالشكل ده، ادي مداني الداله د س بتساوي ك ناقص 2 الكل اس س. تمام. يعني اللي تحت السين اللي هو رقم الاساس اللي هي ك ناقص 2 دي لازم تبقى موجب. فك دي ممكن تساوي كام؟ تعال نشوف الاختيارات اللي هو مديها لي. مديني الاختيارات ح الموجبه ما عدا 3 اللي هي اول واحده. ح الموجبه مع 3 لو انا عوضت باي رقم موجب هنا الا ال3. تعال نشوف كده. لو انا عوضت بواحد مثلا هيبقى 1 ناقص 2 سالب 1. سالب 1 ده لا احنا عايزينه موجب، فدي مش هتنفع. طب اللي بعدها ح الموجبه برضو دي مش هتنفع عشان احنا عوضنا من شويه بواحد ما نفعتش، فبالتالي دي ح الموجبه مش هتنفع عشان برضو تبدا ايه من بعد الصفر.
طب اللي بعديها اللي هي الاختيار ج، من 2 لما لا نهايه ما عدا التلاته، يعني انت تختار لي اي رقم موجب من بعد الاتنين الا التلاته. نفترض 2.5 مثلا، 2.5 اي اقعد هنا في الكاف، 2.5 ناقص 2 هيديني نص، النص ده فعلا موجب وما يساويش الواحد. طب التلاته لو انا عوضت بالتلاته، ما هو بيقول لك ما تعوضش بالتلاته، يبقى تعوض برقم اكبر من التلاته. فمثلا 4 تعوض برضو هنا في الداله نفسها، 4 ناقص 2 تبقى 2، 2 اس س تمام، دي اللي شغاله معاك، يبقى دي ج هي اللي صح. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 9، بيقول لي هنا في السؤال رقم 9 نهاية عندما س تقول 4 س تربيع سالب 5 س زائد 4. هنا طبعا ده هيتحلل، لو انا عوضت ب4 هيديني صفر على صفر اللي هي كمية غير معينة. تمام، هحلل ده مقدار ثلاثي بسيط بتاع البسط، هيبقى كده. تمام، هيبقى هنا س تربيع هيبقى س في س، عايزين عددين يا مستر ضربوهم 4 جمعهم 5، يبقى كام في كام؟ 1 في 4. إشارة الحد الأخير موجب، يبقى الاتنين زي اللي في النص سالب. وتحت ده هيتحلل برضه فرق بين مربعين، هيبقى س تربيع س في س 16 تبقى كام في كام؟ 4 في 4، واحدة سالب واحدة ايه؟ موجب. هو المفروض القوس اللي يطير ايه؟ س سالب 4، ده المفروض يطير. فظهر لي في البسط كده وظهر لي في المقام، خلاص كده طاروا. اقعد بقى اشيل السين اكتب مكانها 4، هيبقى هنا 4 ناقص 1 على 4 زائد 4، 4 ناقص 1 3 على 4 زائد 4 8، تبقى كام على كام يا مستر؟ 3 على 8 اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 10، بيقول لي ايه في السؤال رقم 10؟ بيقول لي إذا كان طول قطر الدائرة الخارجية عن المثلث يساوي 4. القطر بيساوي 4، يبقى نص القطر بكام؟ ب2، يبقى هنا ادي 2 نق بيساوي 4، يبقى هنا نق بيساوي 2 سم. فإن 2 جاء ألف على ألف شرطة بيساوي كام؟ هو المفروض القانون ايه؟ القانون ألف شرطة على جاء ألف يساوي ب شرط على جا ب يساوي ج شرط على جا ج، الكلام ده بيساوي 2 نق. حلو الكلام، يعني دلوقتي ألف شرطة على جا ألف يساوي كام؟ يساوي 2 نق اللي هي بكام؟ ب4. حلو الكلام. طيب هو مش عايز كده، هو عايز العكس. لو انت ما تيجي تعكس، لو انت قلت له جا ألف على ألف شرطة، دي كده مقامها كام أصلا؟ 1، يعني كده بيساوي كام على كام؟ 1 على 4. هو مش عايز دي، بس هو بيقول لك اضربها لي في كام؟ اضربها لي في 2. يبقى زي ما تضرب هنا في 2 اضرب لي الناحية التانية كده في 2. يعني دلوقتي 2 جا ألف على ألف شرطة بيساوي 1 في 2 ب2 على 4. 2 على 4 اللي هي كام على كام يا مستر؟ اللي هي 1 على 2 اللي هو الاختيار رقم د. سؤال رقم 11 هنا بيقول لي هنا مثلث س ص ع محيط 31 سم. فأنا رسمت كده مثلث قدام عينيا اسمه س ص ع. تمام، المحيط بتاعه 31 سم، قياس زاوية ص ب50 وقياس زاوية ع ب60. 50 و60 تبقى الزاوية دي كام؟ كده ب70، مجموعهم كده كام؟ 180. طيب هنا بيقول لي عايز س شرطة بكام؟ فين س شرطة؟ اللي هي دي كده. طيب القانون أصلا ألف شرطة على س شرطة على جا س يساوي ص شرطة على جا ص يساوي ع شرطة على جا ع. طيب هو مديني المحيط، محيط يعني مجموع البسط كله أو مجموع المقدمات كلها. ففي قاعدة برضو بتقول لك مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي إحدى النسب. مجموع المقدمات يعني مجموع البسط كله، يعني هنا س شرطة زائد ص شرطة زائد ع شرطة على جا س، جا س اللي هي جا 70 زائد جا ص اللي هي ب50 زائد جا ع اللي هي ب60. الكلام ده كله بيساوي إحدى النسب، بيساوي دي أو دي أو دي. أنا عاوز س شرطة، فأنا أكتب له كده س شرطة على جا س اللي هي جا 70. حلو الكلام. طب س شرطة هتساوي كام دلوقتي يا مستر؟ أكتب كده س شرطة تساوي، لو أنا ضربت مقص اللي قدامها في المقص الجا اللي من تحت دي، وطبعا المحيط ده كله كام؟ 31. حلو، يبقى دلوقتي س شرطة بتساوي 31 جا 70 على جا 70 زائد جا 50 زائد جا 60. ترص لي ده على الآلة الحاسبة هتديني تقريبا كده 11.2 أو 11.8. هو عايز يقربها لأقرب عدد صحيح. تمام، فالتلاتة ما تديش 11، فدي بتساوي تقريبا كام؟ 11 سنتيمتر. فهنا الاختيار رقم أ. فهمناها؟ طيب السؤال اللي بعديه
السؤال رقم 12 بيقول لي هنا، خلي بالك من السؤال ده، دالة س بتساوي الجذر التكعيبي لس. تمام. وره س تساوي مين؟ س تربيع. حلو. مديك معلومة، المعلومة دي ر تركيب د س بيساوي 4. هنا بيقول لك الناتج ب4، يعني انت ما بيقولكش شيل الس اكتب مكانها 4، لا، بيقول لك الناتج ب4. طيب ده اتحل ازاي؟ هعمل كده، هقول له هاجي اركب التركيب العادي، هقول له بما ان ر تركيب د س بيساوي، كنت بركب ازاي الداله الاولانيه اللي هي اسمها ر، كنت بعملها كده س اس 2 اللي هي قوس اس 2، واكتب جواها الداله الثانيه، اللي هي الجذر التكعيبي لس. تمام. هو بيقول لك الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 4، يبقى انا هساوي له ده ب4. حلو. هتبقى المعادله كده دلوقتي الجذر التكعيبي لس الكل كده اس 2 بيساوي 4. حلو. ممكن اخلي دي س اس تلت الكل اس 2، يعني اخليها س اس 2 على 3. الكلام ده بيساوي كام يا مستر؟ بيساوي 4. بيجي اس كسريه، رقم بتاع البسط ده زوجي فوديني الناحيه الثانيه ومعاه موجب وسالب. يعني انا هعمل كده دلوقتي، هقول له س يساوي موجب وسالب 4 اس 3 على 2 العكس. دي هتعملها هتديك ب 8، يعني هنا موجب وسالب كام يا مستر؟ موجب وسالب 8. فالاختيار رقم ب. فهمناها؟ طيب السؤال رقم 13 هنا بيقول لي هنا اذا كان لوغاريتم جذر تربيع س تربيع زائد 10 زائد 100 قصدي زائد س زائد لوغاريتم برضو جذر التربيع س زائد 100 ناقص س بيساوي لوغاريتم كاف للاساس 3. طب عندك هنا زائد في وسط اللوغاريتمات، فانت هنا بتاخد له لوغاريتم واحد بس، بتاخد لوغاريتم واحد بس اللي هو لوغاريتم بالشكل ده، وتضرب لي اللي جوه اللوغاريتم ده وده، تضربهم في بعض. يبقى هنا لما تضربهم في بعض دول كده هيبقى عددين مترافقين. الاول في الاول اللي هو جذر في روحه تطلع روحه، يبقى هنا س تربيع زائد 100 ناقص التاني في التاني اللي هو هنا كام يا مستر؟ اللي هو هنا س في س بس تربيع. تمام. الكلام ده بيساوي كام بره؟ الكلام ده بيساوي لوغاريتم كاف للاساس 3. طيب هنا س تربيع دي هتروح مع سالب س تربيع دي، يبقى دلوقتي فاضل لك لوغاريتم 100. لوغاريتم 100 بيساوي لوغاريتم كاف للاساس 3. طيب لوغاريتم 100 دي بكام؟ لوغاريتم 100 ب2 اصلا. ليه؟ هنا على جنب كده لوغاريتم 10 دي اصلا بواحد. ليه بواحد؟ عشان هنا المفروض كده بيبقى في 10 تحت اللوغاريتم، لما يكون الرقم ده اللي قدام اللوغاريتم زي اللي هو الرقم اللي قدام اللوغاريتم يبقى ده بواحد. نفس الكلام هيبقى لوغاريتم 100 ب2، لوغاريتم 1000 ب3 وهكذا. تمام. فلوغاريتم 100 دي ب2 هنا. طب دي ليه اللوغاريتم 100 ب2؟ عشان لوغاريتم 10 اس 2 للاساس 10، الاثنين تيجي ورا اللوغاريتم يبقى 2 لوغاريتم 10 للاساس 10، دي بواحد يبقى كده فاضل لك كام؟ 2 وهكذا. تمام. يبقى دلوقتي دي ب2 بتساوي لوغاريتم 3 للاساس كام؟ لوغاريتم 3 للاساس لوغاريتم كاف للاساس 3. طيب امسح دي كده اكتبها هنا، دي كده هتساوي 2 يا مستر. يبقى انت عندك دلوقتي اول خاصيه من خواص اللوغاريتمات اللي هو لما يكون عندك ايه يساوي، بتاخد الرقم اللي تحت اللوغاريتم اللي هو الاساس اس ده بيساوي ده. يبقى هنا هتقول له 3 اس 2 يساوي كاف. 3 اس 2 ب9، يبقى هنا الكاف هتساوي كام يا مستر؟ 9. فهنا اختار له كام؟ 9 اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 14 بيقول لي ايه هنا في رقم 14؟ بيقول لي هنا اذا كانت نهاية عندما س تؤول الى ما لا نهاية أ س تربيع زائد 7 على ك س تكعيب زائد 3 س تربيع ده بيساوي 1. تمام. هنا الدرس بتاع نهاية الدالة عند اللا نهاية. تمام. نهاية الدالة عند اللا نهاية ببص مبدئيا كده لدرجة الأس في البسط وفي المقام. هنا أكبر أس في البسط س تربيع وأكبر أس في المقام س تكعيب. في الحالة دي ما بتدينيش، المفروض هنا مدياني قيمة اللي هي الواحد، المفروض كده ما تدينيش واحد. لو لازم عشان تديني رقم، تمام، ايا كان الرقم ده ايه، لازم يكون درجة الأس في البسط هي درجة الأس في المقام. تمام. يعني فوق مثلا اكبر اس س تكعيب يبقى في تحت اكبر اس س تكعيب، طب اكبر اس فوق س تربيع يبقى اكبر اس تحت س تربيع وهكذا. تمام. طيب هنا مديني اكبر اس فوق س تربيع اللي هي معاملها الف.
تمام. واكبر اس تحت كام المفروض كده؟ س تكعيب. طبعا الس تكعيب دي مرفوضه. مرفوضه ليه؟ لان ما ينفعش يبقى في س تكعيب اصلا عشان تديني رقم. تمام. لو ضلعه البسط اقل من ضلعه المقام في الحاله دي المفروض تديني صفر، مش رقم، فاهمني؟ طيب طب لو العكس، لو ضلعه البسط اكبر من ضلعه المقام مش هتديني برضو رقم، هتديني يا اما موجب ما لا نهايه يا اما سالب ما لا نهايه. ففي الحاله دي الكاف دي هتتلغي كانها بصفر دلوقتي، او مش كانها بصفر، الكاف فعلا هنا بتساوي صفر، يبقى هنا مبدئيا الكاف تساوي صفر. تمام. طيب هتبقى المساله ايه دلوقتي؟ المفروض هتبقى عشان تديك رقم هيبقى هنا اكبر س في البسط س تربيع، واكبر س في المقام مين؟ س تربيع برضو. كنت انا باخد رقم البسط على رقم معامل الس في البسط على رقم معامل الس في المقام. يعني هنا هقول له الف على كام؟ 3. المفروض ده يديك الناتج بتاعك اللي هو كام دلوقتي؟ 1. طب كام على كام؟ كام على 3 هيديك 1. 3. يبقى هنا الالف هتساوي كام برضو؟ 3. طيب اللي هو عايزه كاف زائد 6 على الف. الكاف لسه جايبها هنا بصفر، يبقى صفر زائد 6 على 3. 6 على 3 يبقى فيها كام دلوقتي يا مستر؟ 2. فانا هنا اختار 2 اللي هو الاختيار ج. فهمناها دي؟ طيب السؤال رقم 15. السؤال رقم كام دلوقتي؟ 15. بيقول لي هنا مثلث اطوال اضلاعه 6 و10 و14. لو انا رسمت مثلث كده قدام عينيا سميته مثلا ا ب ج، تمام، بالترتيب كده. ا شرطه هيبقى ب6 سم، وب شرطه هيبقى بكام؟ ب10 سم، تمام، وج شرطه هيبقى ب14 سم. حلو الكلام. عايز مساحه المثلث. مساحه المثلث ليه اكتر من قانون. نص قاعده في الارتفاع، ما عنديش لا قاعده في الارتفاع. نص حاصل ضرب اي ضلعين في جهه الزاويه بينهم. ممكن 6 و14 في جهه الزاويه اللي بينهم اللي هي ج ب. هتجيب ج ب من قانون الجتا بتاع الثلاث اضلاع اللي هو جتا ب بيساوي ا شرط تربيع زائد ج شرط تربيع. القانون ده طويل شويه. في قانون ثالث الناس بتنساه اللي هو قانون نص المحيط بتاعت مساحه المثلث. اللي هو ايه قانون نص المحيط ده؟ ده بستخدمه يا مستر لما يكون عندي الثلاث اضلاع. ادي كده القانون، ادي مساحه المثلث بتساوي جذر، تمام، ح فح ناقص ا شرطه ح ناقص ب شرطه ح ناقص ج شرطه. ايه ح دي يا مستر؟ ح دي اللي هي نص المحيط. نص ايه؟ نص المحيط. طيب المحيط هنا كام؟ المحيط اجمالي الثلاث اضلاع. اجمع الثلاث اضلاع هيبقى 6 و14 كام؟ 20. 20 و10 30. 30 نصها كام؟ نصها 15. يبقى نص المحيط هنا كام؟ 15. طيب ا شرطه وب شرطه اللي هم الثلاث اضلاع اللي عندك دول، فاحنا هنا نعوض تعويض مباشر. يبقى دلوقتي القانون بيساوي، ادي مساحه المثلث قصدي بتساوي ح اللي هي 15 اللي هي نص المحيط في 15 ناقص ا شرطه. ا شرطه اللي هي ب6 في 15، تمام، ناقص ب شرطه. ب شرطه اللي هي بكام؟ اللي هي ب10، تمام، في 15 ناقص ج شرطه. ج شرطه اللي هي بكام؟ ج شرطه هنا اللي هي ب14. حلو الكلام. هترص لي ده على الاله، تمام، هيطلع معاك بكام يا مستر؟ هيطلع معاك ب15 جذر 3. تمام. انا بستخدم القانون ده اللي هو اسمه صيغه هيرون، اللي هي صيغه اللي هي قانون نص محيط، تمام، لما بيكون مديك ايه؟ لما يكون مديك الثلاث اضلاع وعايز المساحه بتاعه المثلث. فانا هنا هختار كام؟ 15 جذر 3. السؤال اللي بعديه هنا السؤال رقم 16. بيقول لي هنا نهايه عندما س تقول لواحد، تمام، ج باي س على 1 ناقص س. هعمل فيها ايه دي؟ لو انا عطت طبعا بواحد هيديني 0 على 0 اللي هي كميه غير معينه، تمام. افكرك بحاجه كانت في حساب مثلثات كنا بناخدها زمان، اللي هي ايه؟ اللي هي كنت بقول لك كده مثلا ج 180 ناقص س هتساوي ج س، حلو، او ج باي ناقص س هتساوي ج س. حلو الكلام. فانا هعمل الكلام ده هنا. بص كده، هعمل له كده نهايه هنا كده، هخلي دي ج. لو انا خليت كده باي ناقص باي س فيها مشكله؟ لا، بقول خلاص ال 180 الباي دي راحت فهكتب باي س على 1 ناقص س اللي تحت تنزل زي ما هي. طب اعدل هنا شكل النهايه، اخليها كده 1 ناقص س تقول ل0. حلو، ده بيساوي. هنا هاخد الباي هنا عامل مشترك من البسط، 1 ناقص س تقول ل0. نكتبها كده تحت في الوسع. نهايه عندما 1 ناقص س تقول ل0 هاخد باي عامل مشترك
هو في ايه عمال اغلط ليه؟ باي عامل مشترك، هيبقى فاضل لي كده واحد ناقص س من هنا في البسط. خدت الباي فاضل لي واحد، خدت الباي هنا فاضل لي س على واحد ناقص س. لما تبقى كده والنهايه طبعا تقول لصفر، تمام، بقول رقم السين اللي فوق معامل السين اللي فوق على معامل السين اللي تحت اللي هو يعني ده، تمام، على الرقم ده. الرقم اللي هنا اللي هي كام؟ المفروض واحد، يبقى انا هقول باي على واحد اللي هي بتساوي باي. فانا هنا هختار باي اللي هي الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 17. هنا السؤال رقم 17 بيقول لي هنا اذا كانت دالة س بتساوي لوغاريتم س زائد 12 على لوغاريتم ب، وكانت دالة واحد دالة اس سالب واحد 2 بتساوي 13. دي الدالة العكسية. الدالة العكسية دالة اس سالب واحد 2 بتساوي 13. حلو، يعني هنا الزوج المرتب بتاعها السين ب2 والصاد ب13. حلو، طب الدالة العادية اللي هي دالة س دي هتساوي كام؟ تمام، الدالة العادية اللي هي دالة س. طيب بعمل فيها ايه دي؟ انا المفروض بعكس المتغيرات هنا، اخليها كام وكام؟ اخليها 13 و2. حلو الكلام، يعني هتبقى كده دالة 13 بتساوي 2، يعني السين تبقى ب 13 والصاد تبقى بكام؟ ب2. حلو الكلام. طيب هو مديني هنا الدالة العادية اللي هي دالة س اللي هي دي كده، اللي انا عملت لك عليها السهم دلوقتي في السؤال، تمام، بتساوي لوغاريتم ده هنا خلاص، بما ان دالة س تساوي 2، دالة س اللي هي لوغاريتم س زائد 12 على لوغاريتم 3 على لوغاريتم ب قصدي، الكلام ده كده بيساوي 2. طيب انا هشيل السين اكتب مكانها كام؟ 13، يعني هتبقى كده لوغاريتم 13 اشيل السين دي اكتب مكانها 13، تبقى 13 زائد 12 25 على لوغاريتم ب ده بيساوي 2. حلو، ممكن اضرب دلوقتي مقص، او ممكن اقول له دي هاخد لوغاريتم واحد بس كده 25 للاساس ب، الكلام ده بيساوي 2 هي برضه. فدلوقتي عندي لوغاريتم واحد يبقى اقول له ب اس 2 بتساوي 25، يعني دلوقتي ب هتساوي موجب وسالب المفروض كام؟ 5. تمام، بس هنا عشان الب تحت اللوغاريتم في الاساس ما ينفعش يبقى رقم سالب، فب تبقى 5 بس. تمام، فانا هنا اختار الاختيار رقم د اللي هي 5. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم 18، اخر سؤال في اختر. بيقول لي هنا اذا كانت، خلي بالك من السؤال ده، اذا كانت نهاية عندما س تقول 2 ده س سالب 6 على س سالب 2 ده بيساوي 4. تمام، يعني النهاية دي كلها كده بكام؟ ب4. ماشي، فان نهاية عندما س تقول 2 س ده س سالب 6 على س تربيع سالب 4 ده بيساوي كام؟ دي هتحل ازاي؟ بص، النهايه دي ده س سالب 6، هنا مبدئيا النهايه تقول 2 وهنا النهايه تقول 2. هنا ده س سالب 6 بتاعه البسط، هي هنا الناحيه الثانيه برضو بتاعه البسط، ودي س سالب 2 ودي س تربيع سالب 4. طب ما انا ممكن احلل س تربيع سالب 4 دي، هتعمل كده نهايه عندما س تقول 2 ده س سالب 6، تمام، ودي احللها كده هتبقى س سالب 2 وس موجب 2. طيب القوس ده او الداله الاولانيه دي كده نصها كده دي اصلا بكام؟ هو مديها لي هنا يا مستر ب4. تمام، طب س زائد 2 دي هطلعها بره خالص كاني مش شايفها. تمام، او مش كاني مش شايفها، هقعد مكان الس ب2 على طول، يعني ده هيبقى كده الاولانيه دي خلاص ب4، في فاضل لك 1 على س زائد 2 صح كده، هشيل الس اكتب مكانها 2، يعني كانها 4 في 1 على 4 على 2 زائد 2 2 زائد 2 4، يعني كأنها 4 في ربع. 4 في ربع يبقى الكلام ده بيساوي كام دلوقتي؟ بيساوي 1. فانا اختار الاختيار الاولاني اللي هو 1. كده مسائل الاختيار خلصت، نخش في المسائل المقاليه. هنا بيقول لي ارسم الشكل البياني للداله دي، ومن الرسم عايز المجال والمدى والاطراد والكلام ده كله. تمام، طيب المساله كده ادي داله س بتساوي مقياس س سالب 3. تمام، مقياس س ايه؟ سالب 3. دي دالة مقياس اللي هي بتترسم 7 أو 8 على حسب المقياس. هنا المقياس موجب فهيترسم 7 لفوق. طيب نقطة رأس المنحنى كام؟ اللي هي نقطة التماثل. نقطة التماثل هنا مفيش رقم جوه المقياس، فالإزاحة السينية ب0.
والرقم اللي بره المقياس كام؟ سالب 3. فالازاحه السينيه صفر وسالب 3. من هنا كده صفر وسالب 3 انزل لغايه هنا كده، دي كده دي اللي هي نقطه التماثل. تمام. هيترسم 7 كده لفوق من هنا ومن هنا بالشكل ده بالمسطره طبعا. تمام. من الرسم عايزين المجال والمدى والاطراد والنوع. قبل ما نجيب المجال والمدى والاطراد والنوع، تمام، في معلومه كده عايزك تعرفها. تمام. ان الرقم بتاع السين اللي هو ده بيستخدم في الاطراد وبيستخدم في المعادله. الرقم بتاع الصاد اللي هو ده بيستخدم في المدى. تمام. فهنا المجال بتاعي هيبقى ايه؟ المجال في سهم يمين وفي سهم شمال، ايوه، فالمجال بتاعي ح. طيب المدى في سهم لفوق وفي سهم لتحت، لا. طيب الرسمه بتبدا من تحت، من اول فين هنا؟ من اول السالب 3، يبقى من سالب 3 وطلع لفوق لغايه موجب ما لا نهايه. تمام. طيب النوع هنا، النوع هنا زوجيه عشان في تماثل حول محور الصادات. طيب الاطراد، الاطراد بتقل شويه بتزيد شويه، بتقل شويه هنا كده في الفتره دي من سالب ما لا نهايه لغايه صفر، لغايه الرقم بتاع السين اللي هو ده تناقصي، ومن صفر لغايه موجب ما لا نهايه تزايديه. حلو الكلام. ومعادله محور التماثل لو هو كان عايزها س بتساوي الرقم بتاع السين، يبقى هنا س بتساوي صفر، دي معادله محور ايه؟ التماثل. تمام، فهمناها. طيب السؤال اللي بعديه اخر سؤال في الامتحان، السؤال رقم 20. عايز ايه في السؤال رقم 20؟ بيقول لي هنا اذا كانت داله س بتساوي الكلام ده كله، دي داله من جزيئات المجال ومتصله. تمام. عايز كل من الف وب متصله، يبقى داله س بتساوي داله س، داله صفر بتساوي اللي هي داله س بتساوي داله صفر اليمنى بتساوي داله صفر الايه؟ اليسرى. طيب فهنا انا هجيب النهايه اصلا اللي هو مديها لي اللي هي داله صفر اليسرى. نهايه عندما س تقول لصفر. تمام. المساله كده اللي هي س زائد 5 أس 4 سالب 625 على س. تمام. دي انا بخليها على شكل قانون على س كده، بخليها على شكل قانون يا مستر. يعني هزود لها 5 عشان تبقى شبه اللي فوق، وانقص منها 5 عشان تبقى ايه؟ شبه اللي فوق كده بالظبط. تمام. ال 625 دي اللي انا ممكن اخليها كام اس كام؟ 5 اس 4. حلو الكلام. يعني تبقى المساله كده دلوقتي دي كده خلاص هخليها 5 اس 4. بيجي خلاص الاس اللي فوق، الاس اللي فوق اللي هو 4 على الاس اللي تحت اللي هو 1 في الرقم بتاع النهايه اللي هو 5. اس اللي فوق ناقص اللي تحت اس 4 ناقص 1 اللي هي كام؟ 3. هتعمل دي بالاله هتديك كام؟ 500. يبقى داله صفر اليسرى بكام؟ ب 500. طيب هنا هساويها بداله صفر بداله صفر وداله صفر اليمنى. يبقى دلوقتي اذا داله صفر بس اللي هي بكام دلوقتي؟ اللي هي ب 500. داله صفر اللي هي مين؟ اللي هي 4 ب أس 3 على 2. الكلام ده بيساوي 500. أنا عاوز الب أقسم على 4، يبقى ب أس 3 على 2 بتساوي 500 على 4 فيها الكام؟ فيها 125. تمام. الأس ده كسر وفردي، فردي يبقى مفيش موجب وسالب، يبقى هعمل كده أدي ب تساوي 125 أس الناحية التانية 2 على 3. 2 على كام؟ 2 على 3. دي هتعملها بالآلة هتديك كام دلوقتي يا مستر؟ هتديك كام؟ هتديك 25. يبقى الب جبتها بكام انا دلوقتي؟ ب 25. طيب دي دالة صفر. طب دالة صفر اليمنى اللي هي اكبر من صفر كده، ادي دالة صفر اليمنى بتساوي، هنا احنا قلنا ده برضه بتساوي كام؟ بتساوي 500. دالة صفر اليمنى اكتب قيمتها تحتيها اللي هي ظا 5 ألف س اللي هي نهاية عندما س تقول لصفر. تمام. ظا 5 ألف س على س. الكلام ده كده بيساوي 500. هنا بتاعت الظا هاخد معامل السين على معامل السين يبقى 5 ألف. هنا هاخد معامل السين على معامل السين يبقى 5 ألف على 5 ألف على 1 بيساوي كام يا مستر؟ هنا 500. تمام. هقسم على 5 ألف على 1 يبقى 5 ألف، هقسم على 5 يبقى هنا الألف بكام دلوقتي؟ ب100. وتبقى المسألة كده خلصت والامتحان خلص. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد لامتحان محافظة جديدة. أتمنى أكون فدتك في الفيديو ده وعجبك الفيديو. ما تنساش تعمل له لايك
وتكتب لي كده كومنت، وتشوفكم ان شاء الله كده في فيديو تاني غير ده. مع السلامة.